السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح السعادة، يا صباح الرضا، صباحكم رضا من الرحمن. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم فيديو جديد وطاقة ايجابية جديدة وطاقة مستخبية. يلا بينا نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، هنغسل سجاد. اغسلي سجاد يا ام لمار في الشتاء يا ام لمار. ايوه يا حبايب قلبي، هنغسل السجاد بتاعنا. انا عارفة ان انا اتأخرت في الغسيل السجاد، بس هنعمل ايه بقى؟ كنت تعبانة شوية، الحمد لله على ما تعافيت شويه. بس برضو ايه، مرمطت عيالي معايا، اتلميت احنا كلنا ومسكنا بقى السجادتين الكبار دول يا حبايب قلبي. بصوا، ما كنتيش تتكتري على الشغله كده، هي هتغلبك، تغلبي الشغله هي عشان ما تغلبكيش. تمام. جبنا بقى ايه، فرشت السجاده كده يا حبايب قلبي في الصاله. شايفين هي كبيره ما شاء الله عامله ازاي وتقيله بقى. بصي، عايزه 10 رجاله يشيلوها مع بعض. وانا ما بحبش طبعا اودي السجاد بتاعي المغسله ولا اي حاجه، لازم ايه اعمل حاجتي بايدي كده يا حبايب قلبي. فاتكترنا بقى انا وعيالي كده على السجاد ومسكناه، كل واحد ايه يغسل شويه. انا جبت الاريال كده وحطيته يا حبايب قلبي وبوشنا السجاده الاول، وبعد كده بقى ايه نزلنا كده وكل واحد ياخد له فم. كل واحد ينزل ايه ياخد له شويه في السجاد الكبير ده يا حبايبي. انا شويه وابني شويه وبنتي شويه، ربنا يخليهم يا رب. عزوه وسند وظهر، ربنا يخلي كل واحد لاولاد لاهاليهم، ما يحرمش حد من اولاده يا رب، اللهم امين. بصراحه بينجزوني في اي وقت انا محتاسه فيه. ربنا يخليهم يا رب ويديهم الصحه والعافيه. مسكت بقى كده اول ايه، قلت لهم انا لسه بالحماس والطاقه بتاعتي، استنوا اما انا اخد ايه اول الرغاوي كده. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي اهو. مسكت كده، شايفين الطاقه بقى الايجابيه كده، قوموا اتنعنشوا كده، وقوموا ايه اللي عايز يغسل سجاد، اللي عايزه تعمل اي حاجه، يلا قوم الروتين كله كده حماس وطاقه مستخبيه. كله يطلع الطاقات اللي عنده. النهارده يوم ايه؟ يوم تطلع الطاقه اللي عندك المستخبيه. ما تكسليش وما تدنكيش نايمه بقى تحت البطانيه ووراكي شغله، لا. نقوم كده نشوف ورانا ايه. خلصت كده اول فم يا حبايب قلبي، وهنشد بقى بالمساحه كده. وبعد كده بقى ايه ناخدها كمان فم، علشان خاطر ايه نشوف البقع اللي لسه فيها يا حبايب قلبي. اهو بالشكل اللي انتوا شايفين. هنا رب محمد ربنا يخليه، بدأ بقى الايه الفم بتاعه بدأ يعمل الدور بتاعه اهو. بقيت انزل ميه كده على السجاده، وهو ايه يشد الميه بالصابون اللي اتسخت. بنحطها على السجاده التانية اللي فرشينها قدام شويه في الطرقه، علشان خاطر ايه، الرغاوي والحاجات دي ما تعمل يا حبايب قلبي تبوش اهو. روتيننا النهارده كله طاقه ايجابيه ورغاوي وكله طاقه مستخبيه اه. خلصنا بقى كده السجاده الكبيره حبايبي، وجبنا بقى المشايات كده برضو بتاعه المطبخ والطرقه، ونزلنا برضو كده فيهم يا حبايب قلب بالشكل دون. دعك دعك كده لحد ما يبقوا ينوروا معانا اهو. ربنا يدينا ويديكم الصحه يا حبايب قلبي. انا شويه وبنتي شويه، وبدانا ايه نخلص فيهم كده. زي ما قلت لكم اتكتروا على الشغله كده، ايه هتخلص بسرعه. بدأنا نشطف فيهم برضو اهو، شمال ويمين ويمين وشمال لحد ما نخلص. شايفين كانوا بيجيبوا ايه، ميه صفرة خالص ومتسخين جامد، فالحمد لله يعني قدرنا ايه ننضفهم ونخليهم فل. هنلفهم بقى يا حبايب قلبي كده وايه، ونحطهم جنب اخواتهم يصفوا. نشطفهم كده حته حته الاول. زي ما انتوا شايفين انا بلف السجاده كده، وبنتي بتحط ميه بالخرطوم اهو. التعاون حلو في كل حاجه يا حبايب قلبي. عودي ولادك ان هم ايدهم بايدك في الشغله، علشان خاطر ايه ما يتكسلوش كده وما يبقوش رامين عليك الحمل كله. لما تعوديهم ان هم شايلين معاك الحمل وشايلين معاك المسؤوليه، هيتعودوا على كده وايه، ويقدروا يشيلوا المسؤوليه لوحدهم يا حبايبي اهو. كلنا طبعا بنحب اولادنا ومش عايزين نتعبهم ومش عايزين كده، بس المضطر بقى يركب الصعب، هنعمل ايه؟
ادينا بنعلمهم حاجة تفيدهم في حياتهم اهو. لما تعلمي بنوتك كده ومن وهي صغيرة ان هي تعتمد على نفسها وتغسل سجادها في بيتها وتنضفه ازاي ايدك بايدها، فطبعا ايه مش هتحمل هم اي حاجة، وهتبقى ايه مطمنة عليها ان هي متعلمة كل حاجة اهو. اي حاجة تقابلك كده على طول ادعاكي ادعاكي كده، خليه فل، خلي السجاد ينور اهو. خلاص كده بقى يا حبايب قلبي، وايه نشطفهم بقى شطفة كده ونركنهم في جنب، ونجيب السجادة التانية الكبيرة اهو. دي اللي كانت في الانتريه. الاتنين الكبار دول تهمة. هنعمل ايه بقى؟ يا ترى مين زي عنده السجاد بتاعه كده تهمة كده وبيتضايق منه هو بيغسله؟ بس لازم مهما يأجله ومهما يسيبه للآخر، هيجي وقت لازم تغسلي، لازم. لدرجة ان انا قلت مش عنت هفرشك الا في المناسبات، علشان خاطر مش كل شويه غسيل كده، لانه طبعا بيتبهدل بسرعه يا حبايب قلبي. وانتوا عارفين ان انا في الدور ارضي، فالدنيا تراب على طول، فطبعا السجاد بيتبهدل وعايز غسيل على طول، والواحد بقى ايه الصحه على القد الحمد لله. خلصت كده يا حبايبي السجاده بتاعتنا، ونفس ما عملت السجاده التانية عملت ديا، وبدات بقى ايه اعمل البوابة كمان انضفها كده بالشكل دون واغسلها. يلا مش انا قلت لكم يوم كله رغاوي وميه بقى اهو. ومسكت برضو البسطة اللي قدام الباب والسلمة دي، مسكتهم غسلتهم كويس ومسحتهم، وبدأت ارش بقى قدام البيت كده، علشان خاطر طبعا ايه التراب وكده مش اللي يمشي بعربية ولا يمشي بأي حاجة ما تعفرش السجاد عندي ايه فوق وهو منشور. تمام اهو يا حبايب قلبي. خلصنا كده بقى يا حبايب قلبي، وندخل بقى ننشف ايه الدنيا كده، ونغير هدومنا ونفرش بقى يا حبايب قلبي. نفرش بقى الايه غير السجاد التاني دون، السجاد ده نضيف وكان متعان، طلعناه كده بقى ونفضناه كويس وايه وفرشناه بقى بعد ما نشفنا كويس الارضيه. وهنفرش بقى معاليه مفرش السجاد كمان كنا غاسلينه اهو. ونفرش الفرشه بتاعتنا الفرش الشتاء يا حبايب قلبي. نستعد بقى للشتاء يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين اهو. السجاد ده بقى حلاوته ان هو خفيف شويه، لو اتوسخ الواحد يغسله عادي بسهوله، ما يتمرمطش فيه زي السجاد الكبير اهو. ايه رايكم؟ هنجيب بقى الايه الركنه كده من بره، حطيناها خدت شمسة اليوم كله كده يا حبايب قلبي، ونحطها بقى في الصاله بتاعتنا، ونشوف بقى بعد الفرش اهو. لسه من لحد دلوقتي ما قلتلكوش حطوا لايك، ومنى كمان بتقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناه اللي ما اشتركش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد، يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. بحبكم وبدعمكم، ربنا يكرمنا وهوصل بيكم يا اغلى الناس. بعد كده بقى شلت بقى الايه الفرشه يا حبايب قلبي وحطيناها كده وكله تمام. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وفي رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.